الشيخ بدر. يا ربيه يا هلا. أكرمك الله. يا مرحبا. كثر الله خيرك. عمرك من زارنا يا هلا والله. والله يبيض وجهك ويجمل حالك. يا عمرك طويل يا مرحبا. أشرها والله ما هي عليك أنت وياه، أشرها علي أنا والله. فضحتوني عند الشيخ بدر يوم، طلعتوا لي بدعي مدري مين طلعتوا بها. أنا رحت عند الشيخ بدر ولا رحت الحرم أنا؟ هذه الهدية حلو. شكرا اللي جاب الهدية. أنا داري إنه مو وقت أستلم هدية ولا أصور هدية، بس إن المندوب ما طلته من الساعة 11 إلى الحين دوبني استلمتها. فهمتوا؟ بعلمكم شيء يعني خلوا الموضوع بيننا، عاد انتم تمرون علي ولا مو عليكم. الحين الساعة 3 حلو، ومعي هدية وورد. تخيلوا يوقفني تفتيش، ترى شكلي غلط. الحين اوقف تفتيش حلو ويطالع فيه الا مرسم الساعة الفجر ورد وهدايا. ما في امل يصفي النية، عاد بحاول فيه اصفي النية، اذا ما لي في امل بفك السنوات واقول والله كنت مع الشيخ بدر مشي. ذرعا للمفاسد. اني تعبان وباليالله وصلت المطعم من السخونة. يوم وصلت عند المطعم ما قدرت اكل وسدت نفسي شوي، انحرق المطعم وتقفل علي الشارع. لا حول ولا قوة الا بالله. وراي وقدامي. انا كيف اطلع؟ انا وش ذا الحظ اللي عندي انا؟ ما اشتهى. لا انا اللي رحت المستشفى وتعالج زي الناس، طلعت اليوم وبرجع اليوم. ولا انا اللي تعشيت ولا انا اللي طلعت من الموقف. اذا حد داعي اسالكم بالله يستغفر يقول استغفر الله. السالفة أنا تعبان، قلت باخذك. يوم وصلت عند المطعم تهيجست إني أنزل شوية أن أنحرق المطعم، تقفل وراي السيارات والزحمة. قلت خلاص ما بشتري مطعم ثاني. من عقلي المفكر ومدبر قدام تقفل وراي، خلنا أروح المطعم اللي جنبه أخذ لي أكل. يوم رحت المطعم اللي جنبه قال معليش محمد ما عاد بقي شيء على صلاة الفجر.